مباراة كويسة يعني، بشاير كده جماهير. نتمنى ان الملعب بقى فيه احساس وان الناس يبقى كده بتحس بقى، فبالتالي نتمنى ان شاء الله. بص المنظر الجميل بتاع يعني الزمالك وجماهيره يوم برضو، وعلى عبرة بقى، مش انا اهو اتفضلوا من اولها. ما فيش فايدة. ما قول لي بقى، ده جاي بعد كل الموالد اللي اتعملت وبعدين جاي برضو يعمل ايه؟ مهم. ما في فايدة بالنسبة للشماريخ. اصبحت بس على شرط يبقى الشمروخ ما يأذيش حد ولا يترمي في التراك ولا اي حاجة. كل التمنيات بقى لمين كمان؟ للشرطة اللي يعني عين الله يكون في عونها، مش عارفة بقى اعتصامات واقفة، حدف طوب واقفة، رياضة واقفة، ومحدش عاجب الشرطة. الله يكون في عونهم الصراحة يعني، بجد الله يكون في عونهم. النهاردة هم هيطلعوا من ماتش كورة. لكن ادي اول هجمه خطيره لما بدا فرقه جازيلي تبدا تهاجم، بدا عندها مساحات تظهر في خط الظهر. ادي بدلاء نادي الزمالك: محمد ابراهيم، احمد عيد، عدى عملها حلوه، تصويبه، جول 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 احمد جعفر، هدف في الدقيقه 15. جول، يا سلام يا احمد يا عيد، تصويبه قويه جدا وتقع من الحارس ويكمل فيها المتابعه هنا احمد جعفر. هايل هايل احمد جعفر، المتابعه هنا 10/10 من احمد جعفر. هدف كويس جدا هيريح نادي الزمالك، ولازم يجيب جول تاني بدري برضو. احمد جعفر هدف في الدقيقه 15. احمد عيد عمل فنت هنا ومهاره وتصويبه، لكن حارس المرمى حط قبضه ايده هنا ويكمل فيها احمد جعفر ويعمل المتابعه ويجيب هدف التقدم لنادي الزمالك بعد 15، داخلين في الدقيقه 16. هداف كبير مفيش شك يا جماعه، احمد جعفر محطه كويسه جدا في نادي الزمالك، لعيب مميز بيلعب بدماغه كويس جدا. ادي المتابعه، نادي الزمالك يتقدم بهدف نجمه وهداف فريقه احمد جعفر، جايب جولين. وادي بقى رد الفعل من بدلاء نادي الزمالك، يفرق كتير جدا الهدف ده مع نادي الزمالك. لازم يضغط تاني نادي الزمالك دلوقتي، يضغط نادي الزمالك مره تانيه. محمد ابراهيم، جعفر، محمد ابراهيم، وهدف هدف هدف حلو جدا جدا. يا سلام يا ابني، عمل 1-2 ضرب بيها خط الظهر محمد ابراهيم ويجيب هدف تاني. ايه الحلاوه دي يا ابني، وايه الجمال ده، اتعملت حلوه حلوه حلوه. محمد ابراهيم واحمد جعفر، هدف تاني، هدف تاني جميل. ده اللي بقول عليه، لازم نضغط على خط الظهر، بيغلطوا كتير جدا وكرتهم قليله قوي. هنا اتضغط وقلش الراجل، لكن استلام حلو قوي من محمد ابراهيم وعملها بسن الجزمه، عملها له جعفر نموذجيه وحطها بوش رجليه على شمال الحارس. ادي ضغط هنا عبد الشافي، تروح لمحمد ابراهيم، لمسها بسن الجزمه، عملها جعفر هايله هايله وحط وش رجليه على شمال الحارس عشان يجيب هدف تاني. محمد ابراهيم 2 نادي الزمالك لا شيء فريق جازيلي. نضغط مره تانيه يا رجاله، ولازم نجيب جول ثالث ورابع ان شاء الله في الشوط الاولاني. خط ظهرهم يعني كده على قده. ادي بقى الجمهور يا جماعه، دي حلاوه الكوره ودي متعه الكوره. الجمهور في مدرجاتنا هو اللي بيخلينا نستمتع، هو اللي حلوه. محمد ابراهيم ممكن يفتح الملعب ناحيه اليمين، عمر جابر، عمر جابر، عمر جابر، وجعفر. لسه بقول لكم يفرق كتير قوي دلوقتي احمد جعفر ان يجيب جول ثالث ويخرج نادي الزمالك الشوط الاولاني متقدم 3 نادي الزمالك. ايه الحلاوه دي يا ابني، ايه الحلاوه دي يا محمد ابراهيم، صانع لعب كبير جدا، عملها حلوه لعمر جابر واستلم عمر جابر استلام رائع وراح للجون وحط وش رجليه. ادي محمد ابراهيم عملها بينيه ناحيه اليمين ويحط وش رجليه هنا وتقع من ايد الحارس. وادي المتابعه الحلوه من احمد جعفر عشان يجيب هدف ثالث، هدف ثالث لاحمد جعفر في الدقيقه 48. نادي الزمالك 3 جازيلي لا شيء. لسه كنا بنتكلم، ادي حط وش رجليه حلو قوي عمر جابر، هدف ثالث. هدفين احمد جعفر، هداف كبير جدا يا ابني، هداف كبير. وادي جمهور، وادي يلا حازم 1 ضد 1 يشتغل هنا بقى الشغل اللي بيعمله على طول. عدى وعدى بسرعته، عمل عرضيه حلوه حلوه، مدي ايه، مدي جول، هدف رابع، هدف رابع لمين؟ لعبد الله السيل مساعد
العربي المنصوري. اتعملت عرضيه حلوه من حازم امام عشان يجيب عبد الله سيسي هدف رابع في الدقيقه 76. ادي حازم امام، عبد الله سيسي هدف في الدقيقه 76. اتعملت حلوه هنا. الراجل بقى هنا بقى الاستوديو التحليلي هو اللي يقول لنا الكلام ده. اتعملت حلوه، الراجل حاطط رجليه من جوه، لكن المساعد هو اللي شايف وحسب هدف رابع. 4 اهداف. عبد الله سيسي بيجيب جول في الدقيقه 76. احمد جعفر هدفين في الدقيقه 15. ممكن بيكمل معاه، وادي عرضيه وهدف. هدف احمد حسن، هدف خامس في الدقيقه 82. احمد حسن هدف خامس. هو ده الكلام. العميد الصقر احمد حسن، العميد الصغير. عندنا العميد الكبير كان بيلعب في نادي الاهلي والزمالك، نفس الكلام. العميد الصغير الصقر احمد حسن بيجيب هدف خامس، يتقدم نادي الزمالك ب5 اهداف. هي دي الكرة وحلاوة الكرة في الاهداف. وادي خط الظهر بيتفرج، خط الظهر فنيا ضعيف جدا، وعرضية حلوة. يا سلام يا احمد يا حسن يا ابني، هداف كبير ولعيب كرة كبير جدا احمد حسن. 5 نادي الزمالك لا شيء فريق جازيلي. مرمى لسه. ادي محمد ابراهيم، عرضية جوه ال 18 بره تاني مرة. محمد ابراهيم هدف. يا سلام يا ابني، هدف جميل جدا، هدف جميل. محمد ابراهيم، ايه يا ابني الحلاوه دي؟ هدف رائع. وادي ايمن طاهر مدرب حراس المرمى طالع بيحيي محمد ابراهيم، ويتألق نادي الزمالك. 6 نادي الزمالك، ويتحقق طبعا الكلام اللي قاله لنا هيثم فاروق نجم من نجوم نادي الزمالك في فتره من الفترات. وادي محمد ابراهيم، يا سلام، هدف رائع. ايه الحلاوه دي يا ابني؟ ايه الجمال ده؟ هدف رائع في المقص اليمين في الحارس مؤمن، حارس مرمى جازيلي. معلش بقى ضيعت جوال، ضيعت وقت كتير قوي يا مؤمن، لكن هارد لك. وادي هجمه خطيره، مش عايزين بقى طبعا اي هدف يجي في مرمانا. عبد الله سيسي سابها لنفسه وعدى. عبد الله سيسي هدف سابع. عبد الله سيسي هدف سابع. مش ممكن. رائع عبد الله سيسي. حلوة. تصويبه قويه تروح على يمين مؤمن. معلش يا مؤمن، النهارده شبكه المباراه النهارده والشبك مؤمن النهارده 7 اهداف، ولسه ممكن يبقى فيه هدف تامن. عبد الله سيسي قال لنا هيثم فاروق بين الشوطين في الاستراحه ان ممكن المباراه توصل ل6 وزياده. لا، دي وصلت ل7، ولسه ممكن يكون فيه هدف تامن. 7 نادي الزمالك.